هو أنا دي تقريبًا الحلقة رقم 7000 باقول لك فيها إزاي ت تزوّد مشاهداتك على اليوتيوب وأنت مش بتعمل subscribe ولايك. ماشي، ماشي يا عم شكرًا. طيب النهارده هاقول لك على طريقة جديدة إزاي تزوّد المشاهدات بتاعتك عن طريق التعليقات، وهنستخدم في الطريقة دي اتجاهين، والطريقة دي أنا ما شُفتهاش على اليوتيوب صراحة والحمد لله رب العالمين. يمكن في حد شرحها، بس يمكن أنا من أوائل الناس اللي طلعت أتكلم بخصوص الحوار ده. تعرف إن التعليقات أنت ممكن تستخدمها في زيادة المشاهدات بطريقة مهولة؟ طبعًا أنت من جواك بتقول يا عم قُل كلام غير ده يا عم. صَلّ على النبي وركّز معايا. بُص يا باشا، لازم بس كوباية قهوة كده تعدل المزاج والدماغ عشان نشرح كده ما يبقاش في حاجة معكّرة مزاجي، لإن أنا واحد من الناس باتأثّر جامد في حوار المزاج ده. طيب صَلّ على النبي كده قبل أي حاجة. بُص يا ريس، إزاي هنستخدم التعليقات عن طريق إن إحنا نزوّد بيها مشاهدات؟ لو إحنا دخلنا كده في المنتدى وجينا من المنتدى، بُص يا باشا أنا جالي دلوقتي تعليق. بُص الراجل المحترم ده بيقول لك إيه: "شكرًا يا محمد، أنا دلوقتي أنزّل فيديوهين shorts في اليوم في نفس التوقيت والّا على طول الأسبوع؟" دي ممكن تبقى فكرة حلقة. تمام. لو نزلنا كده شوية، في الراجل ده سائل سؤال بيقول لحضرتك أنا الدنيا في القناة عندي مش أحسن حاجة ومحتاج مساعدة إني أضبّط القناة، دي ممكن أعمل بيها حلقة. لو جينا مثلًا الراجل ده بيقول لك ممكن أعرف منين الأستاذة بتقول ممكن أعرف منين أجيب قسم الأبحاث عشان أشوف الناس بتطلب إيه، أو عليه إيه، أو إيه اللي عليه بحث عالي، ضروري ترُد عليَّ لو سمحت عشان مش عارفة أوصل. كل الكلام ده حلقات، كل ده يتعمل حلقات. أنا حساب البنك الأهلي بتاعي جات لي نفس الرسالة وقال لي تم إغلاق الحساب. طبعًا كل الرسايل اللي أنا باقراها دي هتنزل حلقاتها في الأيام الجاية. الفكرة بس إن أنا الوحيد اللي شغال في القناة، يعني ما فيش حد شغال معايا، فأنا باعمل كل حاجة بنفسي. فكل الإخوة اللي قالوا دول ببساطة شديدة هنعمل فيديوهات خاصة بيهم، ده لا محالة. والفيديوهات طبعًا والتعليقات اللي أنا قريتها دلوقتي دي هيكون من أوائل الناس اللي هنعمل بيهم حلقات. طبعًا أي حد بيكتب أي تعليق في القناة بنعمل له بيه حلقة، عشان ببساطة شديدة لو حد كان في سؤال في دماغه نفس السؤال ده يلاقي الحلقة موجودة عندنا في القناة. طيب أنا بقى ليه طالع أقول لك البُقين دول؟ أنا طالع أقول لك البُقين دول إن أنت التعليقات بتاعتك أنت ممكن تطلّع منها حلقات. ممكن التعليقات بتاعتك تطلّع منها حلقات وتطلّع منها فيديوهات وتطلّع منها أفكار. زي ما أنت ما شايف أنا وأنا قاعد معاك طلّعت 4 أفكار بحالهم. ممكن كمان آخد الأفكار دي أروح بيها لChatGPT أقول له ادّيني 6 أفكار زيّها، فتلاقي ChatGPT بيحرّك لك العجلة، بدل ما كان معاك 4 فيديوهات بقى معاك 20 فيديو. وهكذا. تمام. طيب هل الطريقة دي لوحدها كافية؟ لأ، الطريقة التانية إن أنت تخلّي المشاهد بتاعك متفاعل. يعني إيه يا محمد أخلّي المشاهد بتاعي متفاعل؟ يعني حضرتك ببساطة شديدة وأنت بتتكلم كده أهو، تقوم قايل له إيه: "حضرتك هو أنت رفعت كام فيديو الشهر ده؟" فهو المفروض إن أنت مستني منه إجابة، فطبعًا هو مش هيجاوبك بالبُق، فيكتب تحت في التعليقات أنا رفعت والله كذا، كذا. طيب حتّة أنا رفعت كذا، كذا دي، أو لو كذا حد علّق على الفيديو، هل الموضوع بيعدّي بالساهل؟ لأ، ما بيعدّيش بالساهل. يوتيوب ببساطة شديدة بيقرا إن أي تفاعل، أي تعليق بييجي على الفيديو ده ببساطة شديدة بيبقى تفاعل. يعني مثلًا فيديو جه عليه 40 تعليق مش زي فيديو جه عليه 400 تعليق. تمام. ده بالنسبة لليوتيوب بيكون تفاعل زيادة، فبالتالي بيكون نجاح زيادة للفيديو. طبعًا ما تشغّلش دماغك وتخش من أكتر من account وتقعد تكتب في تعليقات، لأن يوتيوب هيقفشك عن طريق الIP. فما تشغّلش دماغك. لأ، لازم تخلّي التعليقات والمشاهدات وكل حاجة تيجي بطريقة شرعية تمامًا، وما تشغّلش دماغك لأن أنت مش ذكي. يوتيوب أذكى منك بكتير في الحوارات دي. تمام. فدي الفكرة وما فيها. فأنت أول حاجة ممكن تستخدم التعليقات عن طريق إن أنت تطلّع منها حلقات، ممكن ما فيش أدنى مشكلة. وممكن كمان تستخدم التعليقات دي حضرتك عن طريق إن أنت تعمل تخلّي المشاهد هو اللي ينزل يكتب تعليقات. حضرتك أنا مثلًا أو ممكن أقول إيه: وأنتم مثلًا إيه المشاكل اللي بتواجهكم؟ فالاقي مثلًا جالي 40 تعليق دول ب40 حلقة. ليه؟ لإن مشكلة فبالتالي المفروض ليها حل، فأنا لازم أطلع أعمل حل ده في فيديو. تمام. لمّا ييجي لك تعليق على الفيديو انزل رُد عليه فورًا، لإن زي ما قُلت لك يوتيوب هيقرا إن ده تفاعل. طالما تعليق جه وتم الرد عليه، فبالتالي ده بدل ما كان تفاعل بقى 2 تفاعل. جالك 4 تعليقات تم الرد على ال4 بقوا 8، كده أصبح في 8 تفاعل على الفيديو. التفاعل طبعًا بييجي عن طريق اللايك، واللايك ده أهم حاجة، وبعد كده بييجي في التعليقات. ما هو الفيديو عليه لايكات كتير وتعليقات كتير، ده بالتالي بيساوي عمليات نشر أكتر، يعني المحتوى بتاعك هيتنشر بطريقة أكبر. فدي الفكرة وما فيها. ما تستهونش بالموضوع ده، وما تقولش يا عم عادي مش مشكلة، لا ما فيش حاجة اسمها عادي. الموضوع ده مهم جدًا، جدًا، جدًا. تمام. شكرًا كتير ليكم. كان معاكم محمد علاء، المرجع الأول لمنشور المحتوى. السلام عليكم، صلوا على النبي.